السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل يعني خلطه ولا وصفه ولا تركيبه زي ما تسموها، جميله جدا للملابس الملونه، حلوه قوي. هتشيل كل البقع، هتشيل الزيوت، هتشيل كل يعني اي حاجه مبقعه في الملابس هتشيلها. ما شاء الله عليها. يعني احنا عملنا خلطه حلوه قوي للملابس البيضاء، هنعمل كمان للالوان. يعني لو عندك اي حاجة مبقعة، لو عندك جوزك مثلا بيشتغل في حاجة فهدومه مش نظيفة، بيجي من الشغل هدومه مش نظيفة، لو عندك اطفال كده وطبعا معروفة ان هدوم الاطفال بتبقع ومش بسهولة، يعني ان البقع بتروح منها او مش بسهولة انها بتنضف، او حتى الغسالة عندك مش بتنضف. الخلطة دي هتعجبك جدا، هتعمليها وهتريحي دماغك. انا عندي الكيسين كوركس الوان، وعندي يعني في العلبة دي هاخد منها معلقتين فانيش، وعندي كربوناتو ده فظيع بجد، حلوة قوي في تنظيف الملابس، حلوة قوي قوي، هيعجبك جدا. واشتغلي بيه وما تخافيش، مش هيضر الهدوم في اي حاجه، بالعكس هو هينضفها. ومعايا الصابونه اللي هي البلدي بتاعتنا او الصابونه الشمس، يعني زي ما تحبي تسميها سميها. الخلطه دي حلوه قوي قوي، وحلوه للغسالات، جميع انواع الغسالات. بس مغسله اللي هي فوق اوتوماتيك، اللي هي اوتوماتيك كامل، انا هقولك ايه المكون، لان لسه معانا مكونين كمان. هقولك ايه هي المكون اللي ما ينفعش يتحط في الغساله الاوتوماتيك الكامل. لكن الخلطه دي تنفع في الغساله اللي فوق اوتوماتيك والاوتوماتيك، وكمان الغسالات العاديه والناعمه. لكن المكون اللي لسه هنحطه ده اللي ما ينفعش خالص في الغسالات الاوتوماتيك الكامل. يلا بينا نعمل الخلطه مع بعض. انا دلوقتي جبت الصابونه بتاعتي وبشرتها. انا هعمل يا جماعه الكميه دي على 5 كيلو من المسحوق العادي خالص، اللي هو الرخيص العادي خالص. يعني انا عاملاها عشان كمان لبس الاطفال في بقعة جامدة جدا، وانتوا عارفين الاطفال بتبهدل هدومها، فما شاء الله انا بحط في الغسالة وبريح دماغي خالص، ولا بدعك ولا اي حاجة. يلا نبشر الصابونة كويس مع بعض على الناعم. بصوا انا عاملاها ناعمة ازاي، انا مش عايزاها على الخشن، انا عايزاها على الناعمة. بس اهم حاجة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة، عشان دي حاجة بتفرحني جدا وبتسعدني، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا وكل اصحابنا ونكبر بيكم، وكمان كله يستفيد، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. بصوا انا بشرت الصابونه ناعمه ازاي، خليتها ناعمه خالص. بعد ما خليتها ناعمه كده اضيف بقى ايه المكونات بتاعتي. انا هنا عندي الفانيش، هاخد منه يعني معلقتين كبار كده. بصوا هو كمان يعني خلص. انا بعد ما عملته معاكم يا دوبك بعت جبت واحد من الفانيش ده كمان، وقمت مزوده معلقه. يعني هي الخلطه بتاعتي خدت معلقتين كبار من اللي في الفانيش، خدت معلقتين فانيش كبار او كيسين فانيش، يعني زي ما تحبوا. لا اما الكيسين زي الكوركس كده، لا اما معلقتين. يعني هتجيبي اكياس، خدي كيسين فضيهم على نفس الخلطه دي، تحفه بجد، هيعجبكم قوي قوي قوي. ومش هتضر الغسالة في حاجة، ولا هتضر الهدوم في حاجة، يعني بالعكس، ده هتخلي الهدوم كده شمعة منورة، هتشوفيها انتي وهتشوفوا كده الغسيل قد ايه. لو في بقع مش هيبقى فيه اي بقع خالص. وهفضي كمان الكيسين الكروكس عليهم. طيب لو انا عندي بقعه، يعني بقعه اللي هي البقعه العنيده، قبل ما احطها في الغساله تتغسل، هقوم جايبه معلقه كده ابل الحته اللي هي او المكان اللي في الهدوم اللي فيه بقعه، ابله بس بسيط كده. وبعد كده اقوم جايبه معلقه واقوم حطاها على البقعه دي، واسيبها مثلا دقيقتين 3، وبعد كده ادعكها بايدي كده او بفرشه، لو انت عندك فرشه من بتاعه الهدوم. بس كده وهتبقى زي الفل. وبعد كده تغسليها، تحط شويه كمان من المسحوق ده في الغسال. بصوا انا هنا حطيت معلقتين كبار مليانين اللي هي غراميه كده من الكربونات. اكيد انا مش هضر غسالتي او هضر الهدوم عشان اعمل معاكم وصفه مش مجرباها، او مش يعني مش ضمناها. انا ضمناها ومجرباها كويس جدا، حلوه بجد، هتعجبكم. جربيها حتى لو بكمية بسيطة. زي ما انا قلت لكم الكمية دي كلها ما شاء الله تتحط على 5 كيلو مسحوق. يعني هتحطيه كمان، لو حطيه على 5 كيلو مسحوق من الغالي او من النظيف او من اللي هو الكوركس او البتاع دوت، قصدي يعني اي مسحوق
انا مش فاكره دلوقتي اسامي المسحوق، ما اعرفش ليه تاهت مني، بس اي مسحوق يعني من اللي هو الاوكسي او الحاجات دي هتنضف جدا. لكن ده انا كمان حطاهم عشان التكلفه. حاطه كمان على المسحوق اللي هو العادي خالص اللي هو الرخيص، عشان طبعا ملابس اطفال يعني كل شويه بتغسلي، مش كل يوم حتى، كل شويه بتغسليهم. فانا باخد زي ما انتوا شفتوا كده الكميه دي كلها، لا اما بسيبها في العلبه دي وبشتغل من العلبه دي، لا اما بحطها بفضيها على المسحوق اللي عندي. لو عندي كده مسحوق من بتاع العلبه كده، من بتاعه المسحوق او اي علبه، بفضي فيها المسحوق بتاعي واقوم مفضيه كل الكميه دي على المسحوق، واخد بقى منه الكميه اللي انا متعوده باخدها. يعني تاخدي من كميه المسحوق زي ما انت متعوده، بس بعد ما تضيفي عليها الخلطه دي هتعجبكم ومش هتندموا لو عملتوها ان شاء الله. ايه بقى المكونين التانيين؟ الخل الابيض، انا باخد مثلا شويه كده، لو الغساله الفوق اوتوماتيك او الغساله العاديه باخد معلقه من ده كده وبحطها على الخل الابيض اهو، وبقوم حطاهم كلهم كده على بعض. اول ما بتحطي بتلاقي فوران كده، على بقى معلقه ليمون اللي احنا كنا مسويينه مع بعض. الليمون هوريهولكوا حالا اهو، اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، اللي انا بحوش القشر بتاعه في الفريزر، وبعد كده اول ما بحوش كميه كويسه بقوم حطاها في الحله واقوم مشغله على النار. اول ما يستوي خالص 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 معايا اضربه في الخلاط او في الهاند بلندر بس كده، واقوم بقى حطاه في الازازه دي. بيقعد عندي وقت طويل جدا. اخد بقى في طبق كده شويه معلقتين من الليمون ده على معلقتين من الخل ده على شويه من المسحوق ده، واقوم حطاهم على بعض في طبق. انت هتشوفوا الفوران والجمال اللي فيه. واقوم واخداهم حطاهم على الغساله الاول، الغساله الفوق اوتوماتيك، واقوم مديها لفه كده بالميه بتاعتها، وبعد كده احط الهدوم خلاص. لا اما الغساله العاديه نفس الحكايه. طب الاوتوماتيك بحط نفس الخلطه وانقعهم فيها واشيلهم من النقع، احطهم في الغساله الاوتوماتيك الكامل. لا اما كده، لا اما ما بحطش الليمون خالص، بستبعد الليمون والخل والمسحوق ده مش هيضر الغساله الاوتوماتيك في حاجه. يعني لو هتحطي في الغساله على طول ما تحطيش الليمون اللي احنا مسوينه سوا، حطي الخل عادي جدا. ده بالعكس، ده الخل بينظف الغساله. وحطي الخلطه دي. طيب لو مش عايزه انقع زي ما قلت لكم حطوا كده، عايزه بقى تنقعي وعايزه تحطي مثلا شويه كده حطي الليمون. بجد بجد هتعجبك جدا، واتمنى تجربوها. زي ما قلت لك، عايزه تحطيها كده وتاخدي منها كده براحتك. عايزه تحطي بصوا انا كده هنا بوصف لكم ازاي تحطي على الهدوم، وبعد كده بعد ما تحطي على البقعه تحطي شويه المسحوق اللي عليها خل وليمون، وتدعكي كده بالمعلقه. انا قصدي بالمعلقه دي بالفرشه، يعني تدعكي كده بالفرشه او تدعكي بايدك. وهنا انا بقول لكم ازاي ان انتوا تحطوها في الغساله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، والله هتدعولي بجد. بدل ما لسه الهدوم بقى بتبقى مبقعه وندعكها لا لا لا، هي دي بجد حلوه قوي، هتعجبكم بجد. يا رب اكون افدتكم بحاجه و... وان شاء الله هستنى تعليقاتكم وهتعجبكم باذن الله. السلام عليكم، اشوفكم على خير.